هاي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن سابع مشكله معانا وهي جلد الوزه. بس لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناه لو عجبتكم، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا بينا نبدا في الفيديو. جلد الوزه دي مشكله بتقابل ناس كتير قوي. هي بتكون ليه؟ هي عباره عن تراكم طبقات الكيراتين على الجلد، فبتسد نمو الشعره. فالشعر بيكبر، بس بيكبر تحت الجلد، فبيكون شكله كده زي محبب كده، زي جلد الوزة، زي ما في الصورة كده باين عندكم. طيب النهاردة تعالوا نتكلم عن 10 حلول للمشكلة دي. بما ان المشكلة بتكون في الجلد، اول حاجة لازم نعملها هي تقشير الجسم باستمرار وقت الشاور. وتقشير الجسم ده بيكون بكذا طريقة. ممكن بسكراب زي ستوركي ده من اجمل الحاجات اللي انا استخدمتها. وفي سكرابات كتير زي بوبانا او بالليفة المغربي كمان، دي جميلة جدا. اللي هي دي بتساعد جدا في تقشير الجسم. تاني حاجة معانا هي ازالة الشعر. ازالة الشعر لو كان بطريقة غلط بتكون نتيجته ان الشعر بيطلع بشكل غلط. فانت شوفي انسب طريقة ليكي، لان في ناس بتقول الشيفنج هو اللي بيعمل كده، وفي ناس بتقول مكان ازالة الشعر، وفي ناس بتقول السويت. انا عموما بستخدم الشيفنج، وهو انسب طريقة معايا ومش بيسبب لي خالص جلد الوزة. بعاني اثناء استخدامي في الطريقة دي من جلد الوزة خالص. فانت شوفي الطريقه الانسب ليكي، وهي دي اللي ما تسببلكيش جلد الوزه. بس اهم حاجه ان انت تقشري جسمك باستمرار. تالت حاجه ان انت تشربي ميه على طول. شرب الميه هيساعد الجلد ان هو مترطب ومش هينشف، فبالتالي مش هيسد المسام، او المسام مش هتكون مسدوده، فتمنع نمو الشعر بشكل صح. رابع حاجه معايا وهي برضو في التقشير. بس التقشير ممكن بعد كمان الشعر لما هو مسدود كده، التقشير الجاف. التقشير الجاف دي من اجمل الطرق اللي هتساعد ان الشعرايه فعلا هتساعد ان هي تقشر الجلد والشعر يطلع بشكل طبيعي، بشكله الطبيعي. الفرشة دي انا جايباها من زبادي شوب، بس دلوقتي بقى في منها كتير قوي في المحلات. انا بستخدمها مرتين في الشهر، وفعلا ساعدتني في التخلص من المشكلة دي من اكتر الحاجات اللي ساعدتني في اني انا اتخلص من المشكلة دي. خامس حاجة معايا، وهي برضو من الحاجات اللي هتساعدني ان جلدي ما ينشفش، ان انا ما اخدش شاور بمية سخنة. المية السخنة بتسبب جفاف الجلد، فيفضل ان انا استخدم مية فترة وانا باخد شاور. سادس حاجة معايا وهي اساسية جدا، الترطيب. لازم بعد التقشير الترطيب، وارطب بشكل يومي على طول، لان الترطيب ده هيساعدني ان انا اتجنب مشاكل كتير جدا زي جلد الوزة واسمرار البشرة. وفي مرطبات كتير، في منها الحاجات الطبية وفي منها اللي مش طبي. بس انا بفضل لو انت عندك مشكلة زي كده ان انت تستخدمي حاجة طبية ما فيهاش كحول، علشان ما تأذيش او ما تلهبش البشرة بتاعتك. في زي الكرباميد، ده جميل جدا، والبنسينول، وانا اتكلمت عنهم كتير جدا وما بستغناش عنهم خالص. سابع حاجة معايا هي ان انتي ما تلبسيش ملابس ضيقه، لان الملابس الضيقه برضو بتكتم الجلد خالص، ودي من الحاجات اللي بتسبب جلد الوزه. كمان ان انتي تستخدمي صابون طبي اثناء الشاور، احسن من الصابون العادي، لان الصابون العادي بينشف البشره، لكن الطبي بيكون حنين على البشره. والاحسن كمان ان انتي تستخدمي شاور جل او شاور كريم. انا بستخدم الشاور كريم بتاع فا، ده جميل، هو سعره اقتصادي جدا ب30 جنيه تقريبا او اقل كمان ب25. وبيقعد معاكي فترة كبيرة قوي، يعني انا كفاني الشتاء كله. فهو جميل جدا، هو ريحته مش قوية، لكن هو كان جميل وناعم على البشرة. هو مش احسن حاجة في الشاورات كريم، بس هو جميل يعني.
اخر حاجة معايا هي ان انتي ما تقشريش جلدك جامد علشان ما يسببش اكزيما، عشان انتي كده ممكن بدل ما تعالجي المشكلة تعمليها اكتر، تبوظيها اكتر. فيفضل ان انتي ما تقشريش بشكل كبير قوي. إيه لا، يعني مثلا لو الدراي براش دي كفايه مرتين في الشهر. السكراب بتاع ستارك ده كفايه مرتين في الاسبوع، او اي سكراب فيه بتاع بوبانا برضو كويس، وفيه بتاع سوب اند جلوري كويس جدا. او ممكن تعملي سكراب في البيت، قهوة وعسل وليمون وسكر. ده جميل جدا، هو مجرد فرك الجلد كده هيقشر البشرة ويساعد الشعر ان هو ينمو بشكل صح. وبس كده حلوين، يكون كده خلص فيديو النهاردة. باي.